لماذا ترككم أئمتكم ال12 تتعبدون بقرآن النواصب ولم يغيثوكم بقرآن جديد؟ مش أنتوا تقولوا يا فاطمة أغيثيني ويا علي أغيثني، على الأقل يغيثكم بقرآن يعني ينير قلوبكم ويضيء قلوبكم، وما تتعبدوا بنفس قرآن النواصب. زين، أول شيء هذا القرآن مو مال النواصب، هذا مال رسول الله. النواصب منهم؟ هم أعداء الإسلام. النواصب هم مصيرهم للجحيم. ثاني شيء القرآن الكريم هذا الموجود قلنا قرآن نازل من الله تبارك وتعالى على صدر رسوله، لكن هذا القرآن آياته مو تامة مو كاملة. من يجي الإمام عليه السلام راح يجيب الآيات المحذوفة فقط. يعني هذا القرآن شنو جاي هسه جاي أقول أني أنه هذا مو قرآن؟ أنا جاي أعترف فيه وجاي أقول قرآن نازل من الله تبارك وتعالى، بس نقول مو كامل فقط. فقط يا اخواني فقط. هو شوفوا الامور، تبسيط الامور. الاستاذ يقول لكم فقط ناقص، فقط ناقص، مش ما اقول شيء، فقط ناقص. يعني هل تعلم انك الان خارج من مله الاسلام لانك تقول ان القران ناقص؟ يعني الله تعالى سبحانه وتعالى الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت تأتي الآن في 2025 وتقول لي القرآن ناقص؟ زين أجاوب؟ طيب ما علينا، لا ما لسه. بس سؤالي لك، لماذا جعفر الصادق أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين لم يعطوكم القرآن الكامل؟ زين، أنت قد القرآن الكريم تحكين به عندك إمكانية للرد؟ الآن انحشرت أستاذ، الآن أنت انحشرت، ما عندك جواب؟ لا ده أسألك عن سؤال، ليش غير أخذ وعطى هو؟ اي والله. الآن قل لنا الآن لماذا أئمتك ال12 لم يعطوكم الآيات الناقصة؟ ما هو السبب اللي خلاه؟ ما يخالف. أنا قبل لا أجاوب بدي أسألك سؤال. يعني القرآن الكريم أنتم تقولين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني معناها القرآن الكريم؟ هاي الآية؟ نعم. صحيح، على راسي. زين، ما بال الكتب السماوية السابقة اللي رب العالمين نزلها غير موجودة ومحذوفة؟ لأن جاء محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الرسول بشريعة جديدة وجاب لنا القرآن الحقيقي، ولم نعد بحاجة إلى الكتب السماوية الأخرى. الكتب السماوية وقع فيها تحريف، الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، فخلص وقعت تحريفات. الأمم السابقة خانوا الأمانة، حرفوا القرآن لأجل تحقيق أغراض سياسية ودنيوية، وأنتم الآن نفس الشيء، تحرفون القرآن لأجل أغراض سياسية وإمامة سياسية. الآن سؤالي لك لو سمحت مرة أخرى، لماذا أئمتك ال12 لم يعطوكم القرآن الحقيقي؟ زين، راح أجاوب على هذا السؤال، بس أكو مقدمة صغيرة. هسه أنت ذكرتي أنه القرآن الكريم هذا اللي بين أيدينا التام وحفظ رب العالمين، وما ذكرت العلة اللي من أجلها رب العالمين ما حفظ كتبه السابقة. ما قدرت تجاوبين، جاوبتي جواب استطرادي. بس مع هذا نرجع للسؤال اللي تقولين أنه الأئمة، ما هي علة عدم وجود القرآن الكريم كامل على التنزيل؟ مو هذا السؤال؟ الآن لو سمحت، الآن أنت ماذا تقول؟ تقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم يحفظ الكتب السماوية الأخرى؟ هذا سؤال. الله سبحانه وتعالى لم يلزم ولم يقل إنا نحن نزلنا التوراة وإنا له لحافظون. هو الكتب السابقة لا يوجد أي دليل فيها أن الله قد وعد بحفظ الكتب السماوية الأولى. الله تعالى قال في كتاب الله إن هو إلا ذكر للعالمين، ووعد وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة أوكلت للأحبار وللرهبان وخانوا الأمانة، لأن الله تعالى قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موضعه. يعني لم يكتب لها الخلود لأن أهلها خانوها. الإسلام هو الرسالة الخاتمة، فأراد الله أن يحفظ القرآن للأمة الخاتمة، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال بعثت إلى الناس كافة. فالآن الله سبحانه وتعالى كانت الكتب السماوية لماذا؟ لمجتمعات صغيرة، كانت محصورة لمجتمعات التوراة لبني إسرائيل، الإنجيل لقوم عيسى فقط، أما القرآن فهو للعالمين. لذلك الله سبحانه وتعالى وعد بحفظه ولم يحرف. السؤال الآن 12 إماما
12 إماما. لماذا لم يعيدوا لكم الآيات المحذوفة في قرآنكم؟ ما راح اجاوب على اشكالك هذا اللي ذكرتيه هسه، بس راح اجاوب على هذا اللي قلتيه 12 امام عليه لا الصلاه لا لا والسلام. جاوب على إشكالي الأول. إشكالي الأول ثم الثاني. الإشكال الأول هو أني قلت لك أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل التوراة وأنزل والإنجيل كانت للأقوام لبني إسرائيل أو لقوم عيسى. أما القرآن فهي للأمة، صح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا هذه الرحمة للعالمين أرسلها الله سبحانه وتعالى تحذف منها الآيات؟ هل عندما قال رحمة للعالمين وتحريف القرآن عندكم رحمة للعالمين؟ هسه سؤالك انه مو قلتي الائمه ليش ما يجيبون القران الكريم كامل؟ خلاص ما يستطيع يجاوب على هذا، نروح لهذا. يلا روح جاوب السؤال الثاني. لا انا سألني سؤال واحد دقيقه. الله تمام. اكبر. لماذا ائمتكم سألني سؤال واحد محدد نجاوبه وانتقلي للثاني. تمام يا اخواني، هو ما يستطيع والله. الان السؤال لماذا ائمتك ال12 لا يستطيعون لم يستطيعوا حمايه القران؟ وما فائدة أن يكون إماما وعنده ولاية تكوينية ويتحكم في ذرات الكون ولم يستطع أن يحمي القرآن؟ ثم لماذا أخفوا عليكم القرآن؟ هل تعرف أن من يخفي آيات الله ملعون بنص القرآن؟ الذي يكتم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلا هسه خليني أجاوب. هسه تحكين أكثر مني. الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم مأمورين من الله تبارك وتعالى بإظهار الآيات للناس وتبيانها وترجمانها وإيقاعها على أرض الواقع. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام جسدوا كل آيات الله تبارك وتعالى، فهم القرآن الحقيقي الكامل على التنزيل، يعني الواضح أمام الناس، فهي الحجة البالغة. الإمام عليه السلام هو القرآن نفسه، هاي وحده. الشغله الثانيه، الامام عليه السلام موجود القران الكريم كامل على التنزيل عند الامام الثاني عشر، والائمه السابقين كانوا احياء يرزقون عايشين بين الناس ويتكلمون واحاديثهم موجوده عندنا، كل الائمه نصوا على انه القران الكريم موجود عند الامام المهدي عليه السلام. والامام امير المؤمنين عليه السلام دخل لهم للصحابه وقال لهم هذا القران الكريم كامل على التنزيل على ما انزل على رسول الله. قالوا لنا لا حاجه لنا بقرانك. هاي رواياتنا موجوده. تمام. إخواني، الأستاذ يقول لكم أن الأئمة هم نفسهم القرآن. الله تعالى يقول وكتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لم يقل وأئمة كانت أجسادهم قرآن، قال وكتابا فصلت آياته قرآنا عربيا. القرآن نص واضح لا يحتمل التبديل، وهو كلام الله ليس من صنع البشر. ثاني شيء، الآن لو كان القرآن هو نفسه علي بن أبي طالب، إذن لماذا مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ هل يموت القرآن؟ هل يموت كلام الله؟ لماذا مات الأئمة كلهم 12 إماما؟ لماذا كلهم ماتوا؟ هل يموت كتاب الله؟ الله تعالى قال في كتابه العزيز وما ننزل الملك إلا لله، فليس للبشر. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا سماهم رسلا، ولو كانوا أكثر من مكانة الرسل لقال عنهم أكثر من مكانة الرسل. قال رسل أصحاب رسائل حاملين الرسائل. الآن السؤال لك، كيف يموت القرآن عندكم وتذهبون إلى قبره وتتمسحون بالقرآن في قبره؟ تفضل. احنا ما عندنا إمام مات. هذا فهمكم لا نأخذ به ولا نعمل به، أنتم مخالفين. الإمام لا يموت، حي لا يموت. الإمام إنما استشهد، إنما قتل، إنما هو عند الله تبارك وتعالى شهيد، والشهيد حي، ونصوص موجودة منها بالقرآن الكريم. فالإمام عليه السلام حي يرزق موجود. بالنسبة للإمام الثاني عشر خاتم الأوصياء حي يرزق موجود، وإحنا ما معترضين على هذا، إنما غيبه الله تبارك وتعالى لعلة، وهي تكامل العدد الذي يريده الله تبارك وتعالى في عدة بدر نفسه اللي بدأ به الإسلام يختم به. والقرآن الكريم اللي تدويني اللي بين أيدينا الآن موجود، وإحنا نتعبد الله تبارك وتعالى به، وعلمائنا ينصون عليه، وما حد قال أنه هذا ما نعترف به، أو آية واحدة ما نعترف بها. ماكو عندنا هيك نصوص. فإحنا يعني ما قايلين أنه هذا القرآن مو صحيح أو هذا القرآن لا، بالعكس نتعبد الله تبارك وتعالى به وندعو الله تبارك وتعالى به.
وانتم يعني تحاولون يعني ايجاد ذره او مخرج لاتهامنا بالكفر او الشرك او الخروج من المله او الاسلام، وهذا يعني يؤذيكم. الآن عندما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هل علي بن أبي طالب كان عنده نفس ولا ما كان عنده نفس؟ مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم. أيوة، ذاقت الموت ولا ما ذاقت الموت؟ نفس الإمام؟ كل نفس ذائقة الموت، أنت تقول لي أنه حي الآن، الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. الآن هل علي بن أبي طالب ذاق الموت أيضا ولا ما ذاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعده لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحياء عند ربهم، ما قال أحياء في الدنيا، هم قد ذاقوا الموت الآن قد ذاقوها. أما عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا، كل من قتل في سبيل الله وليس الأئمة فقط. من قال أن الأئمة فقط هم الذين أحياء عند ربهم وليس عندنا؟ إذن الآن كل من استشهد في غزوة بدر، في غزوة أحد، كل من الأولين إلى الآخرين، كل من استشهد في سبيل الله فهو حي عند ربه. إذن لا فرق بين الأئمة عندكم وبين غير الأئمة، لأنهم كلهم أحياء عند ربهم يرزقون وليس يرزقون. فكيف تطلبون الغوث ممن يرزق عند ربه ولا يرزق؟ الآن أنت تقول أن علي بن أبي طالب حي، هل حي بجسده ولا بنفسه؟ حي أقصد يعني يسمعني ويراني. يسمعك ويراك، تمام. يعني أن علي بن أبي طالب الآن يراك. هذا اللي دقيقة هذا اللي أقصده من أقول حي، الإمام حي يعني اسم ناديه يسمعني ويراني، مو مثل حال الميت. حشاه حال الميت هذا يختلف. هاي واحدة. الشيء الثاني تنزلين الإمام منزلة الشخص العادي، وهذا يعني أكبر خطأ وقعتم فيه. كيف وصي نبي معصوم، وصي نبي آخر الزمان، هو إنسان بسيط، يعني إنسان بسيط حال هاي الناس. تفضلي. تمام. أنت الآن تقول أن علي يسمعني، صح؟ نعم، كل الأئمة يسمعون. تمام. الله تعالى قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا. علي بن أبي طالب مر بكل هذه المراحل، كان يوما ما نطفة ثم علقة ثم أصبح طفل ثم أصبح شاب ثم أصبح عمره كبير ثم بعد ذلك توفى عمر 62 سنة، صح؟ تمام. الآن علي بن أبي طالب يسمعك الآن. طيب ممكن السلام عليكم يا علي، تسمعني؟ علي تسمعني؟ إذا كنت تسمعني لو سمحت أعطيني إشارة. إذا كنت تسمعني يا علي بن أبي طالب أعطيني إشارة. لماذا لا يجيبني علي بن أبي طالب؟ هسه حاليا هذا سؤالك؟ إيه، لماذا الآن لم يجيبني علي بن أبي طالب؟ اللي اسمه علي يجيبني هنا. وين اكو نص قال بأنه هو راح يجاوبك بجواب تسمعيه انت؟ وين اكو نص هيك؟ وين قال الله أن علي يسمعك الآن؟ الأئمة يسمعون. وين؟ أعطيني حديث واحد، آية واحدة تقول أن الأئمة يسمعون ويرونك. دقيقة. الله السميع والقريب هو الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صحيح. من زعم أن غير الله يسمع ويرى فهو شرك، وهذا خروج عن توحيد. فلماذا أنتم الآن يعني هسه احنا نسلم؟ تمام. هل علي كان يسمع ويرى لما استشهد الحسين؟ أكيد. لماذا لم ينقذه؟ ينقذ منين؟ من قضاء الله وقدره؟ تمام. بما أنه قضاء الله وقدره لماذا دقيقة بس خليني أكمل. الله أكبر. لماذا تلطمون؟ تمام. لماذا تلطمون وتزحفون؟ بس خليني أكمل الجواب. ليش تقطعين الجواب؟ تمام. أنتم معترضين الآن على قضاء الله وقدره؟ لا، ما معترضين. إذا لماذا تزحفون وتلطمون على قضاء الله وقدره؟ يعني هو ما استطاع أن نفسه. الله تعالى قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الله تعالى يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يملك علي بن أبي طالب للناس النفع والضر؟ كل إنسان، النبي والإمام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. حتى الإمام حتى النبي.
تمام. أعطيني نفع واحد قدمه علي لكم أو لنفسه، أو ضر واحد ضره علي لكم أو لنفسه. أعطيني مثال واحد، تفضل. يعني بعد استشهاده؟ إيه، بعد وفاته أريد، وين نصر، أو حتى في حياته لما كسر ضلع الزهراء لم يساعدها، بس أعطينا في حياته بعد وفاته ماذا فعل لكم أنتم، استجاب لكم، وأعطيني دلائل واقعية. تفضل. ندعو الله تبارك وتعالى في حضرته فيستجيب الله تبارك وتعالى لنا. تمام. يعني أنت الآن علي بن أبي طالب اللي يسمعك ولا الله اللي يسمعك؟ بس دقيقة، خليني أكمل، خليني شوية أكمل. يعني هذا تمام. المكان مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، إحنا نروح ونزور الإمام، إن ثواب؟ نعم. ندعو الله تبارك وتعالى في هذا المرقد الشريف؟ نعم. أكثر إجابة؟ نعم. هذا مرقد طاهر ضم وصي النبي، فهو الله تبارك وتعالى ينظر إليه أكثر من غيره من بقاع الأرض، فهو يستوجب الإجابة من الله سبحانه وتعالى، ومنا وفضلا منه سبحانه. يعني الآن يعني الأئمة لم يذوقوا الموت، الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، والأئمة ما كان عندهم نفس، إذا ما ذاقوا الموت. هل ذاق الإمام الموت ولا ما ذاقها؟ أجاوبك بنص معصوم. لا، سؤالي واضح. هل ذاق علي بن أبي طالب الموت؟ هل ذاق علي بن أبي طالب الموت ونفس علي هل ذاقت الموت ولا ما ذاقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني أقول لك عند ربهم وليس عندك في الدنيا، عند ربهم. إذن هو حي بنص معصوم بالكتاب. عند ربه وليس عندك، عند ربه. اي مو عندي، يعني أنا ما راح أشوف الإمام. لو كان حي، أنا الآن أقول لك يا عبد الواحد تسمعني، لو كان علي يسمعني لماذا لا يجيبني بما أنه حي؟ أنت تعتقدين أنه ميت، براحتك، أنا أعتقد أنه حي. تمام. يعني أنت الآن تقول أنه الآن علي حي، إذا لماذا تذهبون لقبره بما أنه حي؟ ممكن تتكلم معاه في كل مكان. صحيح، أنا في كل مكان. أنا هسه بيتي ولا الواي فاي، دقيقة، ولا الواي فاي قوية في القبر، الواي فاي والاتصال قوي في القبر. بس لا تهزيني براسك، من تهزيني براسك خاف أدوخ. الإمام عليه السلام أنا أدعوه ببيتي وأدعوه بمرقده أحسن. ليش مرقده أحسن؟ هل الواي فاي هناك قوي ولا ما الاتصال قوي في القبر ولا ما فهمنا؟ زيارة للإمام، وصى رسول الله بزيارته. الآن رسول الله أوصى يعني بزيارته. أنت الآن تقول أنه يسمعك في كل مكان، يعني يسمعني في بيتي وفي مرقده. طيب أنت ليش تروح تعذب حالك وهو يسمعك في كل مكان؟ ليش تروح للقبر وتثبت أنه هو الآن في يعني عليه التراب، يعني تروح للتراب؟ أنا أروح للتبرك، أنا أروح لهذا المرقد الشريف. خليني أكمل بس دقيقة، أقل من دقيقة. يعني هسه المؤمنين والمسلمين من يروحون لقبر رسول الله، ليش يروحون لقبر رسول الله؟ شنو المشركين ذولا؟ أنا أقول لك يروحون لقبر رسول الله، يدعون الله سبحانه وتعالى في حضرته، في حضرة رسوله. أنا أقول لك لا ندعو رسول الله، إحنا لا نقول يا رسول الله، إحنا نروح أقول في حضرة رسول الله، في حضرة. لو سمحت اهدأ. لما نروح لقبر النبي، أولا هذا نبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تقارنه بعلي أو بغير علي لو سمحت. ثاني شيء، النبي محمد نزور قبله لنتذكر أن هذا نبي مات، نبي ومات، فما بالكم نحن اللي لا نساوي شيئا أمامه. ثانيا، عندما قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، الشهداء هم في البرزخ، في عالم البرزخ، وليسوا أحياء في الدنيا يسمعون، لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، إلا إذا كان علي ما عنده نفس وأئمتكم ما عندهم نفس. الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، ما قال ادعوا علي يوصل لي الدعاء، ما قال اتصلوا بصديق، قال ادعوني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الشهداء هم أحياء عند الله لا في الدنيا، لا يسمعون ولا يتدخلون، ولو كان عندهم شوية قوة كانوا خرجوا من ذلك القبر وراحوا يتنفسوا شوية معانا، ويروحوا يأتوا إلى التيك توك هنا معانا ويجلسوا معانا، وعلى الأقل يسولفوا معانا. ما يجلس هو في قبره ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وذهابك للقبر دليل على ضعفه، ذهابك أنت لقبره أنت تثبت أنه ضعيف، لأنه لو لم يكن ضعيفا لما غسل وكفن، ولو أن الناس ما غسلته كان ممكن جثته يعني تبقى هناك. لو أن الناس، لماذا لم يغسل نفسه؟ لماذا لم يكفن نفسه؟ ولماذا لم يدفن نفسه؟
زين هذا اشكال يرتفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس من المسلمين إشكالي والشيعة يذهبون الى رسول الله ويزوروه، فهل يذهبون الى تمام ميت لا يراهم ولا يسمعهم؟ تمام. الآن سؤالي لك، أنا سألتك بس دقيقة بس دقيقة. أنا قلت لك نحن نذهب لزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه هذا أولا نبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا نطلب منه شيئا. ما نروح إحنا للقبر نقول يا سيدي يا نبي أغثنا. الآن هذه في الإسلام سنة مشروعة لا تعني العبادة والتوسل، بل نحن نذهب لنتذكر آخرتنا، لأننا نعرف أن النبي لن ينفعنا ولن يضرنا. نروح هناك نصلي عليه وندعو له ونتمنى وندعو من الله أن يحشرنا معه. هذا هو. فالآن الزيارة عند زيارة النبي ليست هي نفس الزيارة. زيارة النبي عندنا نصلي نسلم عليه ندعو لصحابته ونخرج. أما أنتم فتتمسحون بالقبر وتدعون القبور وتقولوا يا مولاي يا علي أغثني ويا سيدي يا مهدي أدركني وحولتوها لعبادة وتطلبون الشفاعة منه، فهذا شرك لا يجوز. واضحة؟ أنا اختلاف بالفهم، انتم تزورون يعني هذا الآلية، احنا نزور بغير آلية، بس المهم كمبدأ صحيح، اذا زيارة النبي والمعصوم صحيح. لا مش الزيارة، يعني الزيارة تروح مرة في، حتى الناس اللي تزور تروح مرة في 15 سنوات ممكن، حتى العمرة الناس اللي تعملها مرة يمكن في حياتها تروح للعمرة وتزور مقام النبي مرة واحدة. أنتم كل سنة، بل أحيانا كل شهر، أحيانا كل سنة لازم هذه الطقوس وهذا الهبل بدون ما نلطم بدون ما نزحف. نروح هناك ندعي له محبة له، نشوف المكان اللي كان عايش فيه، حتى نشوف الأمور اللي كان عايش فيها صلى الله عليه وسلم ونتذكر سيرته فقط. أما نحن فلا نطلب منه شيئا. ثم حتى الزيارة هذه مش كل الناس تزور. أنا وحدة ولا عمري ذهبت ولم أستطع الذهاب ولم أزور يوم قبر النبي، وأتمنى أن أزوره. وإذا لم أزوره فهذا لا يعني بأنه أنا خارجة من الملة، ولكن أنا أدعو وأصلي على النبي في كل وقت، وصلاتي تصل إلى الله سبحانه وتعالى بدون حتى ما أقول يا محمد. بس تسلمين على رسول الله وتعتقدين انه يسمعك. الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صح، الله سبحانه وتعالى قال يصلي على النبي، صح؟ صحيح. إذا إحنا مأمورين بآية قرآنية. أعطيني آية واحدة تقول لي صلوا على علي، يلا. بالقرآن الكريم مكتوب سلام على آل ياسين، ياسين محمد وآل محمد. على ياسين وليس آل ياسين. إيش دخل آل ياسين؟ نفس الشيء نفس النتيجة. لا مش نفس الشيء. لا 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 مش نفس الشيء. أرجو منك أن لا تدلس الآن، لأنك أصبحت الآن تدلس. الآن هذه اسمها ياسين وليس آل ياسين. أنت والله العظيم سبحان الله، هؤلاء الشيعة سبحان الله. ياسين يعني شنو معناها؟ يلا اقرأ الآية اللي موجود فيها ياسين. يلا تفضل، يلا اقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن. تفضل. تفضل. بالقرآن الكريم. ما علينا، تفضل.
حياك الله ملك الإلزامات، حيا الله أخونا الحارث. عليكم ورحمة الله. حي الله أبو محمود، حي الله الشيخ رسول. حي الله شيخنا الكبير، والله هلا وغلا. راح يجيب القرآن. هذا القرآن الكريم موجود. يلا اقرأ يلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ايش دخل علي بن ابي طالب في آل ياسين اللي هو سيدنا الياس عليه افضل الصلاه والسلام؟ ايش دخل علي بن ابي طالب الان؟ وين لماذا دائما لماذا ما قال سلام على آل محمد وخلصنا؟ لماذا دائما انتم تدخلون الحابل بالنابل؟ ايش دخل الان الايه تتكلم عن سيدنا الياس، ايش دخل علي بن ابي طالب فيها؟ لا بد ان تخيطوا من هنا وتلصقوا من هنا لتثبتوا دينكم. الايه ايش دخلها؟ طيب تفضل. ياسين عندكم مو رسول الله تعني؟ الآن لو سمحت أنا كلمتك عن إلياس وليس ياسين. أنا قلت الآن هذه الآية في إلياس. سؤالي لك لأن كان من أسمائه. لو سمحت السؤال لك لو سمحت. الآن قال أنت الياسين معناها هم آل محمد صح؟ نعم تمام. آل محمد فيهم ذرية العباس وعقيل وجعفر؟ لا رضي الله عنهم؟ لا والله ضحكتني قسما بالله. يعني الآن آل محمد ما فيها آل عباس وآل عقيل وآل جعفر، من أخرجهم؟ لا هؤلاء ما داخلين بالنص، هذا نص معصوم صادر فقط على المعصوم. يا سلام. إذن مع السلامة، أنتم دينكم عنصري، دينكم قائم على العنصرية. أخرجتم آل جعفر وآل العباس وآل عقيل وجايبنا آية في يعني لا تخص علي لا من قريب ولا من بعيد. الآن سؤال واحد يا إخواني دمره. ماذا قلت له؟ قلت له هل هذه الآية في آل محمد؟ قال نعم. قلت له الآل جعفر آل عباس آل عقيل منهم؟ قال لا. إذن حتى تشوفوا أنتم أن جعفر أخو علي اللي هو جعفر الطيار والعباس وعقيل لا يعترفون بهم، وهم إخوة مين؟ علي بن أبي طالب.